السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جديد أخبار اللاعبين المحترفين، وحسب آخر الأخبار من فرنسا والتي أكدت بأن الظهير الأيمن للمنتخب الجزائري حكيم زدادكا في طريقه لمغادرة نادي ليل الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أكدت ذات الأخبار بأن لاعب المنتخب يتواجد محل اهتمام العديد من النوادي الأوروبية على غرار نادي غازي عنتاب التركي. هذا النادي الذي تقدم بعرض رسمي لنادي ليل الفرنسي من أجل الاستفادة من خدمات لاعب المنتخب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن النادي التركي اصطدم برفض لاعب المنتخب حكيم زدادكا فكرة الانتقال للعب في الدوري التركي، مع العلم بأن ذات اللاعب يتواجد محل اهتمام نادي ينشط بدوري الدرجة الأولى الإسبانية، ويتعلق الأمر بنادي قادش الإسباني والذي يتواجد حاليا في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب. كما يجدر بالذكر بأن اللاعب زدادكا لعب خلال الموسم الفارط معار من نادي ليل الفرنسي إلى نادي أوكسال، أين بان على مستويات أكثر من جيدة جعلت منه يتواجد محل اهتمام نادي غازي عنتاب التركي وكذلك نادي قادش الإسباني، مع العلم بأن ذات اللاعب يتواجد خارج حسابات مدرب الفريق الأول لنادي ليل، مما شجعه على مغادرة النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. سلام.